الشخصية كنت لفيت أكتر من مستشفى قبل ما أجي المكان دوت، ولكن لما جيت هنا المكان ده الوحيد اللي فتح أبوابه للحالة اللي كانت معايا وهي والدتي. فعن تجربتي الشخصية عايز أقول إن أنا ما كنتش متوقع ولا متخيل إن أنا ألاقي المستوى العالي ده، سواء من الأطباء ومستوى تعاملهم، سواء من التمريض ومستوى الخدمة العالي، سواء حتى عمال النظافة، سواء الأمن اللي واقف بره. عبارة عن منظومة نجاح فعلا داخل القصر العيني. لما جيت هنا المكان دوت وشفت المستوى العالي من الخدمة ده، قلت ازاي المنظومة دي شغالة على السنين اللي فاتت دي كلها. فده اللي محتاج فعلا دعمنا كلنا، ان احنا نقف ونقول للقصر العيني فعلا لابد ان احنا يكون تحت عينينا جميعا وجوه قلوبنا كمان، عشان نقدر ان احنا هذه المنظومة تستمر. لان مستوى النجاح ده انا ما كنتش متخيل. مجرد ما حضرتك يمكن ابص الاقي من بره المبنى ممكن يكون شكله قديم وهكذا، ولكن تتفتح الاقسام تحس ان انت اتنقلت في مستشفى، اكنك على مستوى اللي بتشوفه فعلا زي ما بيقولوا عليه بتشوفه في الافلام، من مستوى الخدمه ومن مستوى العالي اللي احنا شايفينه في كل النواحي. بالنسبه للناحيه الطبيه عايز اقول ان الدكاتره هنا عليهم مجهود عالي جدا، لان مستوى الخدمه اللي بيأدوها او الخدمه اللي بتقدم لاخواتنا وتقدم لاهالينا كلهم، سواء الاطباء او سواء التمريض او سواء العاملين هنا في المستشفى، حمل عليهم كتير جدا. لابد ان احنا كلنا نقف مع بعض، ندعم هذا الصرح الكبير جدا عشان يستمر في العطاء بتاعه، ويكون يقدم الاحسن والاحسن والاحسن عشان اهلنا، عشان اخواتنا، عشان ولادنا، عشاننا كلنا. لابد ان احنا ندعم هذه المؤسسة وهذه المنظومة الكبيرة جدا.